مش كل القطع بنراجعها، في حاجات كده بنحطها ونقعد نتفرج عليها وبس. اصل طالما الشكل كده فالاداء هيكون عامل ازاي؟ بانوراما اس اي 360 اي ار جي بي من شركة تريكس، كولر يخطفك من اول نظرة. الكولر بيجي في علبة متينة وفخمة قوي، حتى طريقة فتحها مميزة، لونها ابيض وعليها صورة ملونة للمنتج وبعض المعلومات. داخليا الكولر متأمن كويس جوه قطع فوم وكرتون، والبراكتس والملحقات موجودين في اكياس منفصلة. عندنا دعم كامل لكل السوكتس الموجودة حاليا، بس خليني اقولك اكتر حاجات منتشرة في انتل من اول الجيل الثامن لغاية الالترا، وجيل الريفرش كمان اللي لسه هينزل، وفي اي ام دي سوكت رايزن اي ام 4 واي ام 5. مفيش حاجة الكولر ده مش هيشغلها تقريبا، ودي ميزة حلوة قوي. الكولر بيتكون من 3 مراوح 120 مللي بيجوا راكبين جاهزين على الرادياتير، ودي من الحاجات الكويسة اللي بتوفر وقت بدل ما نقعد نركبهم بنفسنا. سرعة دوران المروحة بتوصل 1850 لفة في الدقيقة، ومعدل الضوضاء مع أعلى سرعة بيوصل 27.86 دي بي. الفريم والريش بيجوا باللون الأبيض، وعليها كده من الأجناب أنتي فايبريت بادز لمنع الاهتزاز أو الضوضاء. المروحة بتاخد كابل باور 4 بن وشغالة بنظام البي دبليو ام، والموتور شغال FDB فلويد دايناميك بيرنج، ودي من أفضل تقنيات الدوران للموتور من ناحية العمر الافتراضي أو الهدوء. الإضاءة ARGB عن طريق كابل أدريسابل 3 بن، مدعومة على جميع برامج التحكم للمذر بورد المختلفة. الإضاءة شارب وواضحة، وكمان شكلها حلو جدا. البامب من تصنيع شركة أسيتك، ودي من أفضل الشركات العالمية في صناعة المضخات، بتستخدم في الكولارات البريميوم الأغلى في السوق كله. سرعة دوران المضخة بتوصل 3600 لفة في الدقيقة، وده رقم كبير جدا. ومعدل الضوضاء مع أعلى سرعة بيوصل 25.3 دي بي. المضخة بتيجي بشكل صامت بدون أي إضاءة، وبيركب عليها الشاشة الكيرف المميزة بتاعتنا، من خلال كده فتحات في النص بحيث تثبت عليها، ومتاح تركبها في كذا اتجاه حسب وضعية الكولر. الشاشة بقى محتاجة وقفة بصراحة، يعني حرفيا احنا معانا عظمة مش مجرد شاشة. هنبدأ بالحجم 6.67 انش، دي تعتبر من أكبر الشاشات اللي ممكن تشوفها لمضخة كولر مائي. الشاشة كيرفد أموليد، وبتدعم ريزولوشن 2240 في 1080 يعني 2K تقريبا، بمعدل تحديث 60 هرتز، والبرايتنس بتاعها 400. خلي بالك الأرقام دي بنشوفها في شاشات 27 بوصة أصلا، فأنا عايزك تدرك إنها محطوطة جوه شاشة صغيرة زي دي، يعني هنشوف نقاء ووضوح ممتازين جدا. عندنا تقنية في الشاشة اسمها بيلت ان 3D فيديو، ودي بتحسسك إن الصورة طالعة لبره كده. من اهم امكانيات الشاشه اللي معانا انها بيجي فيها بروسيسور ورامات، والله زي ما بقولك كده، بيجي في الشاشه CPU 4 كور و2 جيجا رامات و8 جيجا روم او مساحه تخزين. حرفيا انت معاك موبايل صغير مش مجرد سكرين للعرض، وكل ده عشان تديك اريحيه وسرعه في الاستخدام، وبتخلي لك مساحه التخزين والتحميل نفسه كديفايس من خلالها هي، بدون اي استهلاك لموارد الجهاز، ودي نقطه عظيمه بصراحه. الشاشة بتتوصل بالبوردة من خلال مخرج اليو اس بي، وبنتحكم فيها من خلال السوفت وير الخاص بتريكس. نقدر نعرض عليها صور متحركة أو ثابتة، كمان فيها خاصية إن احنا نعمل ريكورد لأي جزء من فيديو ونقطعه ونحطه كصورة متحركة. كمان نقدر نقسمها جزئين ونظهر حاجة مختلفة في كل جنب من الشاشة، وبرضه نقدر نجمع كذا صورة ونخليهم يتعرضوا ورا بعض، وبيظهر كمان الحرارة والاستهلاك. يعني الأوبشنز كتير أوي وبنختار براحتنا. البلوك عبارة عن قطعة سميكة من النحاس، حجمها مناسب وهتغطي أغلب المعالجات مرتاح. تصميمها صلب بحيث يديك أفضل تعامل مع الحرارة العالية. كمان بيجي عليها معجون جاهز على طريقة المبردات الستوك، وبالمناسبة المعجون ده حلو جدا، يعني عملنا بيه كل الاختبارات وأداؤه كان ممتاز. الرادياتير بالتصميم العادي للفنز، مفيش أي شيء غريب، مصنوع من الألمنيوم عالي الجودة ولونه أبيض بالكامل. حجمه كويس، مفيهوش أي أجزاء زيادة بتكبر المساحة بدون داعي. أبعاده 394 في 120 في 27 مللي. الخرطوم مرن جدا، هيتحرك معانا بسهولة، مش ناشف خالص. طوله 450 مللي، وبرضه لونه أبيض بالكامل. تريكس بتقدم ضمان 6 سنين على الكولر بالكامل، ما عدا الشاشة دي بتيجي ب2 ضمان بس. بنلاقي انبوبة معجون لوحدها تقدر تستخدمها فيما بعد، لان الكولر بيجي على البلوك بتاعه معجون جاهز، ودي نقطة حلوة اوي بصراحة، بتعبر عن الشياكة في التعامل.
سعر الكولر العالمي 280 دولار، يعني 14,000 جنيه مصري تقريبا. جهاز التجربة بالمواصفات الظاهرة على الشاشة، والتجربة كانت في حرارة الغرفة العادية بدون أي تكييف. عملنا اختبارات ضغط وانكودنج على برامج تيست مختلفة. بنجرب كذا استهلاك للكهرباء، وكمان بنجرب ترددات مختلفة بحيث التجربة تكون متكاملة قدر الإمكان. مع معالج الترا 7 265K بدأنا باستهلاك 190 واط وتردد 4.8 جيجا هرتز، وصلنا ل 74 درجة في أقصى ضغط. رفعنا التردد ل 5 جيجا واستهلاك كهرباء 210 واط. الحرارة وصلت 80 درجة والدنيا كانت مستقرة جدا. رفعنا الاستهلاك ل 250 واط والتردد وصل 5.2 جيجا هرتز، والحرارة طلعت لغاية 84 درجة. وشغلنا مجموعة من الألعاب برضو عشان نشوف الأداء هيكون عامل ازاي. ودي مجموعة مقارنات للكولر مع شركات تانية. الكولر ده مميز لفئة ال 250 واط مع تردد 5.2 جيجا هرتز، هي دي في وجهة نظري أقصى حاجة يقدر يهندلها بشكل مستقر. عايز أقولك لو معاك أحدث جيل من المعالجات سواء الألترا كور 9 أو ما يوازيه من رايزن، فالكولر ده هيسد جدا حتى لو كسرت سرعة. الرام كليرنس موجودة واحترافية جدا، يعني حتى بعد تركيب الشاشة انت تقول خلاص خدت كل المكان، لكن زي ما انت شايف كده هتلاقي في فرق بينها هي والمضخة وبين أول بنك رامات، فهتقدر تركب أي رامة مهما كانت كبيرة مرتاح جدا. الابليكيشن سريع وسهل في التعامل، والاوبشنز فيه حلوه جدا ومتنوعه، بس ما لقيتش فيه تحكم لالوان المراوح، يعني مش عارف ازاي، يعني دي نقطه رخمه قوي. تقريبا هم عاملينه للتحكم في الشاشه بس، يعني ما علينا. المراوح هنقدر نغير الوانها من اي سوفت وير تبع البورده كده. الهدوء من احسن نقط القوه في اداء الكولر ده، مفيش اي صوت للمضخه او للمراوح. في زنة كده وخرفشة أغلب اللي عندهم كولرات مائية بيسمعوها لما بيبدأ الجهاز يشتغل، وكمان صوت المراوح العالي مع الضغط. كل الكلام ده بقى مش ملحوظ معانا خالص. كمان الكابلات بسيطة، يعني معمول لها مانجمنت بشكل ذكي جدا بحيث توفر لك الأماكن على البوردة وتخليها كمان سهلة في التركيب، فدي تفاصيل احترافية لازم ناخد بالنا منها. الكولر متوفر منه لونين، الأبيض والأسود، وموجود بحجمين ال 240 وال 360 مللي. الشكل طبعا يعني مش هعلق عليه، تحفة فنية بتحكي عن نفسها. أرخص كولر في السوق المصري بشاشة كيرف زي دي سعره حوالي 380 دولار، وكان نازل في المحلات ب 22,000 جنيه تقريبا، يعني أغلى من اللي معانا بحوالي 100 دولار كاملين، فالتسعير هنا مميز ومنافس جدا. لو بتجمع هاي اند او فلاج شيب وبتدور على كولر هوائي احترافي من شركة كبيرة شكله هيخليك تسيب الكيسة كلها وتقعد قدامه هو بس، يبقى بانوراما 360 اس اي من تريكس. ده يعتبر اوبشن عظيم جدا، لازم تخليه في اولوياتك، ترشيح شهابي اكيد.